بيبدأ الفيلم مع كارلي البنت اللي بتحب الطبخ جدا، وبتستعد علشان تشترك في واحد من المراكز المتخصصة للتدريب على الطبخ. وبتكون في اليوم ده بتشتري الأعشاب اللي هتستخدمها في التدريب، وبتفضل تشتم الأعشاب بنفسها علشان تختار الحاجة الطازة اللي بتحبها بنفسها. وفي نفس الوقت بيكون في صديق لكارلي اسمه جيسون، بيكون هو كمان بيدور على الحاجات اللي هيستخدمها أثناء الطبخ. وبعد ما بيخلص بيطلع يجري على المكان اللي فيه التدريب بتاعهم هما الاتنين، وبيفضل يضحك معاها وبيدخلوا جوه وبيتدربوا. والشيف اللي بتدربهم بتقول لهم إنهم لازم يطبخوا وهم عندهم إحساس بالأكل نفسه، لأن دي أهم حاجة بتميز الشيف، يعني مش مجرد إنه يحط المكونات على بعض. وبعد شوية بتمشي كارلي وبتروح تقابل باباها اللي بنعرف إنه شيف كبير وعنده المطعم بتاعه. لكن كارلي بيكون عندها طموح إنها تشتغل لوحدها، وإنها تتعلم الطبخ ويكون عندها مطعمها الخاص من غير ما تحتاج لباباها. وباباها بيكون فخور بيها جدا، وخصوصا إن المدربة اللي بتدربهم على الطبخ بتبقى صديقته وعارفة إنها هتعلمها كويس. وفي الوقت ده كارلي بتقوله إن جالها عرض للتدريب في فرنسا، وهي مش عارفة توافق عليه ولا لأ. لكن باباها بيقول لها إنها لازم توافق لأن دي حاجة مهمة وهتفرق معها جدا في حياتها. وتاني يوم بنشوف إنها بتوصل على مكان التدريب، وهناك بتتفاجئ لما بتشوف إن جيسون مش موجودة، وبتعرف إنه مش جاي تاني، وبتتضايق جدا لأنه حتى ما ودعهاش قبل ما تمشي. وفي نفس الوقت ده الناحية التانية بنشوف جيسون وهو بيستعد علشان يروح المطار، لأنه مسافر وبيكون بيتكلم مع باباها في التليفون، وبيقول له إن ده قراره ولازم يحترمه. وبيعدي من وقتها 3 سنين، وبنشوف إن كارلي بقت رئيسة الشيفات في واحد من المطاعم الكبيرة، وبتكون مبسوطة في شغلها وبتقدم أطباق مميزة وليها علامة مميزة في المطعم اللي بتشتغل فيه. وده بيخلي مساعدة المديرة تيجي تشكرها على اللي بتعمله، وبتعرفها إن في مسابقة للشيفات والمديرة بتفكر إنها تقدم لها فيها، لأن ده هيكون دعاية مهمة جدا ليها، وكمان دعاية للمطعم كله. وكارلي بتكون موافقة ومتحمسة للفكرة جدا. وفي الناحية التانية بنشوف إن جيسون هو كمان بقى مدير الطباخين في مطعم كبير، وبيقدم شغل كويس جدا. لكن المشكلة بقى إن هو والمدير في بينهم مشاكل، وده بسبب التكاليف والمكونات اللي بيستخدموها جيسون. وبيكون المدير عايز يقلل المصاريف دي، وجيسون رافض بسبب إنه عايز يحافظ على جودة الأكل ومستواه. ولما بيمشي بتروح بنت اسمها أنا، وبتتكلم مع جيسون وبتقول على مسابقة الطبخ اللي هتتعمل، وبتعرفه إنه لو دخل ممكن يكسب وياخد فلوس كتير، ويبدأ بها مطعمه الخاص من غير ما حد يتكلم فيه. وجيسون بيقول لها إنه هيفكر في الموضوع ده. وتاني يوم بنشوف جيسون وهو في البيت، وكارلي هي كمان في البيت، وكل واحد فيهم بيكون ماسك اللابتوب بتاعه وفاتح الموقع بتاع المسابقة ومتردد يقدم ولا لا. وبنشوف كارلي بتحكي لصديقتها وبتقول لها على المسابقة، وبتفضل تقول لها إن حلم حياتها يكون عندهم المطعم الخاص بيها. وصاحبتها وبنتها الصغيرة بيفضلوا هما الاتنين يشجعوها إنها تدخل المسابقة علشان تحقق حلمها وتكسب الفلوس اللي هتقدر بيها تفتح المطعم. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه بيبعت بابا كارلي وبيقول لها إنه جاي المدينة بكرة وهيعدي عليها. وهي بتفرح جدا وبتستنى تاني يوم لما بيجي، وبتروح تقعد معاه في مطعم وبيتغدوا مع بعض، وبيقول لها إنه جاي علشان يقدم استشارات فنية لواحد من المطاعم الكبيرة. وبعد ما بيخلص كلام بيلعبوا لعبة مع بعض هما الاتنين، وهي إنهم يخمنوا اللي موجود في الأكل مع كل معلقة ويعرفوا المكونات بتاعته. والناحية التانية بنشوف جيسون وهو مع عيلته وباباه، وبيكون بيعمل بيض أومليت، وبيقول لجيسون إنه أكيد بيعمل أومليت أحسن منه، لكن الأومليت بتاعه هو ما فيش زيه. وبيفضل يقول لجيسون إنه واثق فيه، وعارف إنه في يوم من الأيام هيكون هو المدير بتاع نفسه وعنده المطعم الخاص بيه من غير ما يحتاج لحد. وبعد شوية بنشوف كارلي وهي في المطعم، ومساعدة المديرة بتيجي وبتقول لها إنها لازم تركز الفترة اللي جاية، لأن اللجنة بتاعت المسابقة مش هيقولوا إنه جايين، وهيعملوا نفسهم زباين عاديين، وهيقعدوا في المطعم علشان يجربوا الأكل بتاعها من غير حتى ما يعرفوهم، علشان ما تعمل لهمش أكل مخصوص. وده بيخلي كارلي تتوتر وبتروح على المطبخ بسرعة، وبتبدأ إنها تطبخ الأكل بنفسها وبتركز في كل التفاصيل، وبتروح تبص على الناس اللي قاعدين في المطعم وبتحاول تتوقع من فيهم ممكن يكون هو اللي من لجنة التحكيم، لكنها مش بتتعرف على حد. والناحية التانية بنشوف جيسون في المطعم عادي، وبيجي المدير وبيقول له إنه عارف إنه كان في واحد من المسابقة بتاعة الطبخ موجود في المطعم
المطعم امبارح. والمدير بيكون قلقان إن جيسون قدم في المسابقة، وبكده هيكون عايز يسيب الشغل. لكن صديقة جيسون بتتدخل وبتقول له إنه مش هيسيب الشغل، وإنه لو اتعرف إنه مشارك في المسابقة دي هيكون بيمثل المطعم، وبكده كل الناس هتتكلم عن المطعم بتاعنا، وأكيد دي حاجة هتكون مفيدة لينا جدا. وساعتها المدير بيقتنع وبيوافق إنه يسيب جيسون يشترك علشان يعمل دعاية ويخلي الناس تعرف المطعم بتاعهم أكتر. وبعد شوية بنشوف كارلي وهي ماشية في الشارع، وبتتصل بيها واحدة من المنسقين بتوع المسابقة وبتقول لها إنها اتقبلت في المسابقة. وطبعا كارلي بتكون مش مصدقة نفسها وفرحانة جدا، وبترتب معاها كل التفاصيل، وبتقول لها إنها لازم تيجي للمقر الأول علشان يتكلموا مع بعض ويعرفوا كل حاجة خاصة بالمسابقة نفسها. وفعلا بتعمل كده، وبتروح على هناك وبتعرف إنها واحدة من ضمن 6 مشتركين، وبتتفاجئ لما بتشوف إن جيسون يبقى واحد من ال6 مشتركين دول، وبتسلم عليه وهو كمان بيكون مستغرب إنها موجودة هنا. لكن بعد شوية بيجي وقت إن يحصل مقابلة شخصية مع كل واحد فيهم لوحده، وفعلا كل واحد فيهم بيدخل مكان التصوير علشان يقول كلمة عن نفسه وعن الحاجات اللي بيحب يقدمها. وفي الوقت ده بتقعد كارلي مع جيسون وبتتكلم معاها إنها عايزة تعرف السبب اللي خلاها يختفي فجأة من حياتها، وهو بيقول لها إنه كان بيحاول يشتغل لوحده بشكل مستقل، وإنه سافر في الأول ورجع يشتغل في المطعم بتاع باباه لحد ما قرر إنه يشتغل بشكل احترافي، لحد ما وصل إنه بقى شغال في المطعم اللي هو فيه دلوقتي ده. وتاني يوم بنشوف جيسون وهو بيتكلم مع واحد من الشيفات اسمه بيتر، وبيحكي له عن كارلي وإنه يعرفها من زمان، وإنها طباخة شاطرة جدا وممكن تكسب المسابقة. وبعد شوية بيجي الحكم وبيتكلم معهم كلهم، وبيقول لهم إنهم ما يزعلوش لو خسروا، لأن كلهم شيفات محترفين ولهم أطباق عالمية، ولازم يكونوا عارفين إنه مش مجرد مسابقة هي اللي هتقيم إذا كانوا يستحقوا لقب شيف عالمي ولا لا. وبعد ما بيخلص كلام معهم بيروح يسلم على كارلي، لأنه كان صديق لباباها واشتغل معاه قبل كده، وبيطلب منها تسلم عليه. وكل الشيفات وقتها بيفضلوا يقولوا لكارلي إنه أكيد هيجاملها علشان باباها، وبيقول لها إنه مكسبها مضمون. لكن بعد شوية بتبدأ المسابقة، واللجنة بتدي كل المتسابقين نفس الطبق، وهو واحد من الأطباق التقليدية في شيكاغو، وبتقول لهم إنه قدامهم مدة 30 دقيقة يشتروا فيها كل المكونات اللي عايزينها من السوبر ماركت علشان يعملوا الأكلة دي، وكل واحد يقدمها على طريقته. وفعلا بيروحوا على السوبر ماركت كلهم، وبيتفاجئ جيسون إن هو وكارلي بيروحوا يشتروا نفس الحاجات مع بعض، وبيعرفوا إنهم هيعملوا الأكلة دي بنفس الطريقة زي بعض بالظبط. وبعد شوية بيرجعوا على المسابقة وبيعملوا الطبق، واللجنة بتعجب بيهم كلهم وبيقولوا عليهم أكلهم رائع جدا. لكن المشكلة إن قوانين المسابقة بتقول إن لازم واحد يخرج علشان المسابقة تكمل، علشان كده بيختاروا الشيف بيتر إنه يمشي، وبيكونوا زعلانين جدا عليه لأنه كان عامل طبق حلو جدا، بس باقي الشيفات أطباقهم كانت أحسن. وتاني يوم بتقول لهم لجنة التحكيم على المسابقة الجديدة، واللي هتكون عبارة عن إن كل واحد من المتسابقين هيطبخ طبق تقليدي من الأطباق اللي كان متعود ياكلها مع أهله. لكن المسؤولة في اللجنة بتعرفهم إنها لازم يركزوا وهم بيقلدوا أكل أهاليهم، لأن اللي هيقيم الأكل هم أهاليهم بنفسهم. وبتقول لهم إن دي فكرة المسابقة، إن كل واحد بيعمل الأكل اللي أهله تعودوا عليه، وأهله هم اللي يقولوا رأيهم. وطبعا كلهم بيكونوا متحمسين يطبخوا لأهاليهم ما عدا كارلي اللي بتكون خايفة جدا ومتوترة بسبب إن باباها شيف كبير وأكيد مش هيعجبه أي حاجة، ولازم تقدم أفضل حاجة عندها. لكن لما بتقعد لوحدها بتيجي بنت اسمها تينا معاها في المسابقة، وبتقول لها إن باباها أكيد فخور بيها بغض النظر عن اللي هتقدمه، وبتقول لها إنها لازم تركز وبتدعمها نفسيا. وفعلا بيبدأوا المتسابقين في الطبخ كلهم، وبيفرحوا لما بيشوفوا أهاليهم ما عدا كارلي اللي بتكون متوترة وعلى وشك إنها تحرق نفسها. لكن جيسون بيفضل يتكلم معها ويقول لها إنها موهوبة وشاطرة جدا، ولازم كمان إنها تركز وتبهر باباها. وفعلا بتركز وبتقدر تقدم لباباها وجبة بتعجبه جدا، وبتخليه يتكلم عنها قدام كل المتسابقين، وخصوصا جيسون، وبيقول إن ده واحد من أفضل الأطباق واللي أكلها كلها في حياته. وبعد شوية بيجي مع تقييم اللجنة، وبيختاروا إن تينا هي اللي تمشي وتسيب المسابقة، وبكده بتبقى 4 متسابقين بس. وبعد شوية بتروح كارلي تتكلم مع تينا وبتهون عليها شوية، وبتقول لها إن المسابقة دي مش هي اللي هتحدد إذا كانت شيف كويسة ولا لا، وبتفكرها بعربية البرجر اللي نفسها تعملها هي وأخوها، وبتقول لها إنها تقدر تفتح العربية وتبدأ مشروعها الخاص. وبعد شوية بتروح تحتفل مع باقي المتسابقين إنهم لسه مكملين لحد دلوقتي، وبيجي جيسون وبيعرض عليها إنهم يروحوا يشربوا قهوة مع بعض هما الاتنين، وساعتها كارلي بتوافق. وفي
نفس اليوم بالليل بتروح معاها وبيقعدوا في مطعم، وكل واحد فيهم بيحكي عن نفسه شوية، وكارلي بتفضل تقوله إنها مرضيتش تشتغل مع باباها علشان كل اللي كانوا حواليه كانوا بينافقوه علشان هو شيف كبير ومعروف، وده هيخليها ما تتعلمش حاجة وهي كانت عايزة تتعلم. وبتفضل تتكلم معاه إنها بتحب الابتكار في الأكل وتعمل الحاجة على طريقتها الخاصة، لكن جيسون بيقول لها إن مدرسته إنه يمشي على الأكلة زي ما هي من غير ما يغير فيها أي حاجة. وبيبدأوا هما الاتنين بيحسوا بالإعجاب من ناحية بعض شوية، لحد ما بيعرفوا من لجنة المسابقة إن الجولة اللي جاية هتكون في منتجع سياحي، وعلى طول كل واحد من المتسابقين بيرجع البيت وبيلم هدومه علشان يستعد للسفر. ولما بيوصلوا الفندق بيعرفوا إن الحكم اللي هيقيم الأكل بتاعهم مش هيقدر يجي النهاردة بسبب إن فاتته الطيارة بتاعته، والمسؤولة بتقول لهم إنه هيكون موجود معاهم بكرة، وبتعرفهم إنهم النهاردة يقدروا ياخدوا حريتهم ويروحوا المكان اللي هم عايزينه، وطبعا كل ده على حساب إدارة المسابقة. وعلى طول بيخرج كارلي وجيسون مع بعض وبيروحوا مكان قريب من الغابة وبيتفسحوا هناك وبيستمتعوا بوقتهم. وبيطلب جيسون من كارلي إنها تقبل دعوته على العشاء النهاردة، وهي طبعا بتوافق لأنها بدأت تحس بإعجاب ناحيته. وفي نفس اليوم بيستعدوا علشان يروحوا يتعشوا مع بعض، لكن واحدة من لجنة الحكام بتشوف كارلي وبتقول لها إن اللي بتعمله ده مخالف لسياسات المسابقة، وهي إن ما ينفعش يكون في أي حاجة شخصية بينها وبين أي متسابق تاني. لكن كارلي بتقول لها إن دي حياتها الشخصية وبترفض إنها تسمع كلامها. وفعلا بتقابل جيسون وبيفضلوا يتكلموا مع بعض هما الاتنين، وبيكونوا مبسوطين جدا وهما بيتعرفوا على بعض أكتر، وكل واحد فيهم حاسس بإعجاب ناحية التاني، وبيتفقوا إنهم لازم يتقابلوا تاني ويتعشوا مع بعض لأنهم فرحانين. لكن المشكلة إنهم بعد ما بيخلصوا بيتفاجئوا إن في كاميرا بتصورهم وهم مع بعض، وبيعرفوا إنه دول من المسابقة اللي هم فيها. وتاني يوم بيروحوا على المسابقة وبيحسوا إنه كل اللي حواليهم بيبصوا عليهم بصات غريبة، والموضوع ده بيخلي كارلي تتوتر وتكون مش مرتاحة. لكن جيسون بيقول لها ما تركزش معاهم وتركز بس في الطبق وإنها تكسب. وفعلا بتبدأ تطبخ ومش بتهتم بيهم، لكن بيكون عندها مشكلة في شوية من المكونات بتاعة الأكلة اللي هي بتعملها، وساعتها بيعدي عليها جيسون وبيديها المكونات اللي هي محتاجاها. وبرضه ده بيلفت انتباه كل اللي في المسابقة، وبيبدأوا يصوروهم مع بعض تاني. وبعد شوية بيجي ميعاد التقييم، واللجنة بتختار طبق واحد اسمه وينستون وبيقول له إنه هو اللي هيخرج الجولة دي. وساعتها جيسون بيروح يتكلم معاه وبيقول له إنه ما يضايقش نفسه علشان ابنه يفضل فخور بيه على طول وما يشوفوش وهو مهزوم كده. وبيكون بدأ جيسون وكارلي يبقى مرتبطين ببعض جدا قدام الناس من وقتها. وبعد شوية بيخلصوا الجولة دي وبيرجعوا على شيكاغو مرة تانية، وبنشوف ان كارلي بيجي لها مكالمة من باباها وبيقول لها انها وحشته جدا، وهي بتكون فرحانة انها تقعد معاه لان بقالهم كتير ما قعدوش. وتاني يوم في المسابقة بنشوف واحدة من الشيفات اسمها سوزان وهي رايحة تشتكي المسؤول من لجنة التحكيم، وبتقول لها انها مبسوطة ان كارلي وجيسون مرتبطين ببعض وخايفة ان دي حاجة تأثر على اللجنة. لكن المسؤولة بتطمنها ان الاختيار المرة دي هيكون من غير ما حد يعرف مين اللي عمل الطبق، وبتقول لها ان دي مسابقة اسمها المسابقة العمياء، وهي ان اللجنة مش هتعرف مين اللي عمل الطبق ده من الاساس. وفعلا بعد شوية بنشوف المتسابقين لما بيبدأوا الطبخ وبيتفاجئوا بالثلاثة اللي خسروا قبل كده وخرجوا وهم جايين علشان يساعدوهم في الاكل. واللجنة بتقول لهم ان كل واحد هيختار واحد من اللي خسروا علشان يكون مساعد له في المطبخ. وبتطمن كارلي على تينا وبتعرف انها فتحت العربية اللي نفسها فيها هي واخوها. وجيسون بيطمن على بيتر وبيقول له انه عايز يفوز بالمسابقة بس خايف ان كارلي تزعل. وبعد شوية بيجي ميعاد التذوق واللجنة بتختار الطبق بتاع جيسون من غير ما يكونوا عارفين ان هو اللي عمل الاكل ده. ولما بيجي ميعاد الحكم بيختاروا ان سوزان هي اللي تخسر، وكده بيكون مش متبقي غير كارلي وجيسون بس. والأول مرة الاتنين بيتعاملوا مع بعض بشكل غريب بعد المسابقة وبيسلموا على بعض من بعيد وكل واحد فيهم بيمشي، وده بسبب ان كل واحد فيهم شايف ان التاني واقف قدام حلمه وعايز ياخد هو اللقب لنفسه. وبعد شوية بيتصل المدير بتاع جيسون في المطعم بيه وبيقول له انه عايز يتكلم معاه، ولما بيروح يقابله بيصدمه وبيقول له انه مرفوض من الشغل لانه بقى مشغول بالمسابقة ومش بيجي المطعم ولا واخد باله من الشغل بتاعه خالص. وفي الوقت ده بنشوف كارلي وهي بتقول لصاحبتها انها محتارة دلوقتي ومش عارفة تعمل ايه بسبب انها لازم تنافس جيسون على المكسب ولازم كمان تفوز في المسابقة علشان تفتح مطعمها الخاص. في الوقت ده بيتصل بيها جيسون وبيطلب منها انهم ينزلوا مع بعض يتمشوا شوية، وفعلا بينزلوا. في الوقت ده بتتصل بيه أنا وبتقول له انها قدمت استقالتها من المطعم لما عرفت ان المدير مشاه، وبتفضل تشجعه وبتقول له انها واثقة انه هيفوز. وبعد شوية بترجع كارلي على البيت وهناك بتلاقي باباها
مستنيها وبيقول لها إنها جت شيكاغو علشان يقضي وقت أطول معاها لأنه عاش طول عمره كله بعيد عنها، وبيفضل يقول لها إنه فخور بيها وإنه بيحبها زي ما هي. وكارلي بتقول له إن هي كمان بتحبه وإنها طول عمرها عايزة تعمل حاجة مختلفة علشان يكون فخور بيها، لكن دلوقتي بقت عايزة تعمل حاجة حلوة علشان تكون هي اللي فخورة بيها. وتاني يوم بتبدأ المسابقة وبيجي المتسابقين اللي خسروا علشان يكونوا معاهم، وتينا وسوزن بيروحوا مع كارلي، وبيتر وينستون بيروحوا مع جيسن. لكن جيسن وكارلي بيكونوا رافضين يطبخوا هما الاتنين متوترين علشان محدش فيهم عايز يخسر التاني، لكن زمايلهم الشيفات بيفضلوا يقولوا لهم انهم لازم يطبخوا ويثبتوا انهم الافضل، وده مش هيضر علاقتهم في حاجة. وبعد شوية بيدخل جيسن وكارلي يقعدوا مع بعض وبيتفقوا انهم يعملوا الحاجة اللي بيحبوها، وجيسن بيقول لها على الحاجة اللي هو ناوي يطبخها. لكن بعد شوية بتعرف كارلي ان جيسن غير الطبخة اللي قال لها عليها، وده بيخليها تشك فيه وبتقول انه بيضحك عليها وانه عايز يفوز بالمسابقة وهي مش فارقة معاه. لكن جيسن بيعرف وبيقول لها انه عمل كده علشان هي قالت له يثق في الحاجة اللي بيحبها، وبيعرفها انه مستعد يخسر المسابقة بس ما يخسرهاش هي. وساعتها بتصالحه وبتعتذر له انها شكت فيه. وبعد شوية بنشوف اللجنة وواحد منهم بيقول على طبق جيسن هو الطبق الأحسن، والتاني بيقول على طبق كارلي هو الطبق الأحسن، لحد ما بيتبقى آخر واحدة من اللجنة وهي اللي هتحسم النتيجة. لكن ساعتها بتتكلم كارلي وبتقول إن المسابقة هتكون ظالمة لأنها شايفة إن جيسن يستحق الفوز، وجيسن بيقول إنه شايف إن كارلي تستحق الفوز. وساعتها بتقول كارلي إنها شايفة إنهم ينهوا المسابقة بالتعادل ويفتحوا المطعم بتاعهم مع بعض. والاقتراح ده بيعجب جيسن جدا وبيقول لها انه موافق عليه، لكن اللجنة بترفض في الاول وبتقول ان ده ما ينفعش، بس بعد كده بيفكروا مع بعض وبيقرروا انهم يخلصوا النتيجة بالتعادل والاتنين يفوزوا بالفلوس. وساعتها بيحتفلوا مع بعض ان محدش فيهم خسر، وبكده هيفضلوا مع بعض على طول وهيفضلوا يحبوا بعض طول الوقت. وفعلا بيفتحوا المطعم بتاعهم، ويوم الافتتاح بيجي اهاليهم واصدقائهم اللي ساعدوهم طول الفترة اللي فاتت دي، وبيكونوا مبسوطين وهم معاهم، وكارلي وجيسن بيشكروهم وبيعلنوا قدامهم انهم فازوا ببعض زي ما فازوا بالمطعم. ولحد هنا بيخلص فيلمنا على كده، استنونا في افلام تانية جديدة، والسلام.